بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض أحلى كبدة بالردة زي بتاعة المحلات بالظبط. هتشوفي معايا أحلى تتبيلة زي تتبيلة المحلات، وبعد كده مش هتفكري انك تشتريها تاني من بره. هتطلع معاكي لونها ذهبي وجميل زي ما انت شايفاها كده، ومش غامقة معانا ولا حاجة. والسر كله معايا في المقادير وطريقة التحضير. تابعي معايا الوصفة للآخر، ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. ومش عايزة أطول عليكم، تعالوا نشوف على طول مقادير وصفة النهاردة، وصفة الكبدة بالردة زي المحلات بالظبط. وعشان تعملي احلى كبده بالرده كل اللي يدوقها هيفكر انك شارياها من بره، لازم يكون معاكي اول حاجه كده الكبده بتاعتك تكوني جايباها شرايح. هنعمل احلى كبده شرايح زي المحلات بالظبط. بسم الله كده معانا الكبده. حسب ما انت حابه تجيبي كيلو او ازيد. اول حاجه بقى تعالوا نجهز كده الخلطه بتاعتنا. جبت عندي كده بولة، وأول حاجة بنبدأ نضيفها هي التوم المفروم. معلقة كبيرة كده من التوم المفروم، ونزلت عليها بمعلقتين كبار من الخل، وكمان عصير ليمونة كبيرة كده. نقسمها على نصين ونبدأ ناخد عصير الليمون بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. أهم حاجة في خلطة الكبدة هي عصير الليمون والخل والثوم. ونبدأ نكمل بعد كده باقي التوابل بتاعتنا. هي دي الخطوة المهمة جدا في التتبيلة. وتطلع معاكي طعم الكبدة زي نفس طعم وريحة المحلات بالظبط. كده عصير تاني، نص الليمونة الباقي اللي كان معايا عصرته كده. وكده خلاص نبدأ نضيف بقى الملح. نص معلقة كده من الملح عشان ما تحتقش معاكي، وكمان كده برضو نص معلقة من الكمون. دي كده أحلى خلطة. ونص معلقة من الكزبرة. أهم حاجة معاكي في الكبدة بالردة هي طبعا التوم المفروم. ما تفكريش انك تحطي معاكي هنا في الخلطة توم بودر. على فكرة مش هيديكي نفس طعم التوم الطازة اللي احنا فرمينه. هو أساسي جدا عشان تلاقي الطعم اللي انت عايزاه بالظبط زي طعم المحلات. نبدأ بقى نجيب معانا قطع الكبدة كده، ونبدأ نضيفها معانا في البولة على كل مكونات التتبيلة الجميلة دي. على فكرة ريحة التتبيلة بس لوحدها كده دلوقتي ريحتها ممتازة جدا وجميلة. كأنك كده دخلتي محل الكبدة. وبنبدأ كده نقلب كده مع بعض التتبيلة كلها كويس جدا، ونغلف كل الكبدة اللي معانا بس بالراحة كده لأن شرايح الكبدة بتبقى رقيقة جدا. وهنسيبها كده حوالي من نص ساعة لساعة في التلاجة، تاخد كده الطعم وتتبل كويس. وبعد كده بنبدأ ان احنا نجهز لها الكفر الخارجي اللي هنبدأ نحمر بيه. عايزاكم تتابعوا معايا الفيديو عشان في حاجات كده واضافات هنضيفها مع بعض. بسم الله. معايا كده الردة. اول حاجة انا معايا كده كوباية من الردة، هضيف عليها معلقتين من الدقيق عشان احنا عايزينها لونها ما تبقاش غامقة. ومعايا كده كمان معلقة من النشا، عايزينها تبقى ماسكة نفسها وفي نفس الوقت لونها ذهبي، مش كلها معمولة بالردة فيغمق معايا اللون. معلقتين الدقيق ومعلقة النشا دول كويسين جدا قوي. نبدأ بقى نتبل كده نص معلقة من الثوم البودر ونص معلقة من البصل البودر. هي دي التوابل اللي قلت لكم. تابعوا معايا الفيديو عشان نشوف الخلطة بتاعة الكفر النهائي بتاع الكبدة عشان يطلع معاكي بالظبط زي المحلات. وكده هي دي التتبيلة بتاعتنا اللي بنتبل بيها الردة قبل ما نضيف عليها الكبدة. بعد كده الكبدة اهي بعد ما فضلت معايا في التلاجة حوالي من نص ساعة لغاية ساعة. حابة تسيبيها حوالي ساعتين مفيش مشكلة، هتتبل برضو أكتر وتدي طعم أحسن. بتبدأي تضيفيها كده عندك في الردة اللي احنا متبلينها كويس جدا.
وضايفين لها اضافات هتخليها تطلع معاكي لونها ذهبي وجميل. وبتدوسي عليها كده عشان تتشرب كده وتتماسك عليها خلطة الردة مع النشا مع الدقيق والثوم البودرة والبصل البودرة، الإضافات الجميلة اللي احنا ضيفناها دي. وبنبدأ برضو ناخد القطع كده بالراحة ونعملها برضو بنفس الخطوة دي ونغلفها كويس كده زي ما انتوا شايفين. بتدوسي عليها كويس جدا عشان الطبقة تبقى متماسكة وحلوة، وهي اتشربت كويس من التتبيلة وخدت الطعم المظبوط. وبدأنا نغلفها كده زي ما انتوا شايفين. ومش عايزة اطول عليكم الخطوة دي، انا هخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. وهنبدأ بقى دلوقتي نحمر، ويكون معانا كده زيت سخن على النار، ونبدأ كده نضيف معانا قطع الكبدة. وبعد كده توطي النار شوية عشان ما تتحرقش معاكي ولا تدي لون غامق. احنا كمان ضايفين لها الحاجات اللي هتخليها كويسة جدا معاكي وتدي لون فاتح. بس برضو انتي تهدي النار شوية عشان ما تاخدش لون بسرعة قبل ما تستوي. وهي الكبدة ما بتاخدش وقت على النار وبتطلع معاكي بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده. لونها فاتح وجميل، وكلها واخدة لون واحد، وكمان الطعم جميل جدا. وبنقدمها كده على طبق الخضرة، بيدي معاها طعم وريحة حلوة قوي زي بالظبط اللي بتشتريها من بره. وبيمتص كمان اي دهون زيادة، وهي ما شربتش معايا زيت اصلا خالص. زي ما انتوا شايفين كده لونها حلو قوي وكمان ريحتها ممتازة. عملنا احلى كبدة النهاردة، احلى كبدة بالردة مع بعض في قناة اكلات مصرية مع ام عبد الرحمن بنفس طريقة وتتبيلة المحلات. وبعد كده هتعمليها ان شاء الله في البيت على طول، مش هتشتريها تاني من بره، وهتوفري فلوسك وهتبقى كمان انضف واوفر. ولو عجبتك بقى وصفة النهاردة احلى كبدة بالردة، ما تنسيش تقولي لي ايه رأيك في التعليقات، وتعملي لايك للفيديو. ولو انت لسه مشتركتيش تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وجبت عندي كده طماطمايه عشان نزين الطبق بتاعنا. وشوفي معايا كمان قطعة الكبدة ماسكة نفسها ازاي، وكمان واخدة اللون المظبوط، وفي نفس الوقت متماسكة، وكمان مش شاربة اي زيت خالص. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص، اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.